المسعودية. برج المسعودي هي منطقة شبه حضارية فيها 2500 ساكن. اليوم باش نحكوا على المشكلة الصحية، الوحدة الصحية ببرج المسعودي. واحنا عندنا 2500 ساكن، لكن هي تستوعب أكثر بحكم قربها للمناطق الريفية المجاورة. عماد برج المسعودي هي مشرفة على عماد برج المسعودي الشرقية، اللي هما ينتفعوا بالخدمات الصحية ببرج المسعودي بالوحدة هذه. عندنا واد ناجي، عندنا عقبة الهمامة، عندنا عرقوب كلاع، عندنا الغزاونية، عندنا نصايرية، مدين، عمادة كاملة بتاع مدين. نحكوا كا جنرال اللي تتجاوز ال 2500، توصل حتى لل 6000 مواطن منتفعين بالوحدة هذه الصحية. والامتياز نتاع برج المسعودي هي جات الوجهة الأولى قبل الكريب، يعني المريض كي يجي لبرج المسعودي وبعد يتعدى للكريب. يعني بالحق هي نقطة مهمة برشا، وهذيك نحن كمجتمع عملنا ديما نلاحظوا في المشاكل، ديما نحاولوا ننظروا للنقاط الإيجابية والسلبية. بالنسبة للنقاط السلبية في الوحدة الصحية بتاع برج المسعودي، عندنا القاعة ما تستوعبش العباد. القاعة كان في الصيف سخونة وكان في الشتاء باردة، واحنا كمجتمع مدني نشوفوا في العباد، راهي تجي العباد بالحق تجي، وساعات تلقى ما تلقاش الخدمات هنا تتعدى للكريم، تولي زادة تولي شارج حتى على المواطن. نطمحوا باش تكون حتى فما سيارة اسعاف. لازم توسعة كبيرة خاطر طاقة الاستيعاب نتاعو كبيرة برشا، والبنية الأساسية شوي. نحن نحب برج المسعودي مستوصف يتوسع عليه، على الاقل يؤدي واجب كبير، خاطر عندنا كل يوم يربع. تو كان تشوف تصور الداخل معناها في اليوم يربع، وكان تجي تصور معناها تشوف على الاقل يقبل في 60 مريض كل نهار يربع. ونحبوا مستوصف على الاقل يتوسع، على الاقل القاعه نتاع الانتظار توسع شوي. يزيد يقعد في القهوه ويقعد يشد الحيطه تحت الكرسي حتى الطبيبه، وكان زاد الحيطه يقعد بعد كده يشد الباب نتاع المستوصف حتى تكمل الوحده. داخل تنزل 15 واحد حكايه فيها. قاعه نتاع انتظار صغير، الدول اللي جابوا لها فريجيدير، نحن تباركوا بيا مع فريجيدير، جابوا لنا مبرد جديد، لكن ما عندوش بلاصه، ما عندوش وين يدخل، قاعد في قاعه انتظار. بالنسبه لنا احنا عندنا مشروع المؤسسه نحو خدمه علاجيه اقرب، ان شاء الله تكون عندنا شراكه بيننا وبين الوزاره والمجتمع المدني للتدخل في مراكز الصحه الاساسيه برج المسعودي، نظرا لتطور النشاط ونظرا لتطور بالطبع عدد المواطنين وعدد المرضى.